حبايب قلبي الغاليين عاملين ايه؟ ربنا يكبر بخاطركم ويصلح حالكم يا رب. حبايب قلبي عايزاكم تصلوا على النبي وتزيدوا النبي الف صلاه كده. حبايب قلبي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا على النبي حبايب قلبي وحطوا اللايك للفيديو عشان الفيديو النهارده فيه شويه معلومات مفيده جدا جدا لكل ست بيت عايزه تربي كده ونفسها تجيب فرختين تربي في البيت او بطتين وخايفه من التربيه عشان مثلا لا قدر الله حاجه تموت، حاجه تمرض، مثلا حاجه يجرى لها حاجه. لا يا حبيبه قلبي هقول لك على شويه حاجات تمشي معاهم بالدوره في قلب الدوره كده اهوت، وان شاء الله فراخك من اول يوم لغايه اخر يوم هتفضل منعنشه ومتنعنشه باذن الله. حبايب قلبي حطوا اللايك وصلوا على النبي، صلوا على النبي حبايب قلبي وزودوا النبي الف صلاه. بصوا بقى الدورة بتاعتنا النهارده دورة الفراخ النهارده ان شاء الله 17 يوم يا جماعة. 17 يوم مشيتي معاهم بايه يا ام زاد؟ من اول ما جبتيهم مشيت معاهم يا حبايب قلبي. اول ما جبتهم وهم لسه كتاكيت استقبلتهم على سكر. قعدت 3 ايام احط لهم كل يوم معلقة سكر في المية. تمام. عايزه اقول لك حاجة مهمة جدا، لو انت ناوية تجيبي فراخ لرمضان اليومين دول قبل ما تجيبي فراخك انت خلاص، يعني انت متفقة مع الراجل والراجل قال لك مثلا تعالي النهارده جيبي الفراخ، قبل ما تروحي تجيبي كتاكيتك ب3 ايام تكوني انت مدفيه المكان، مولعه اللمضه في المكان بقالها يومين 2، وتكوني مرتبه مكانك وفرشه النشاره وموضبه العلافات وموضبه السقايات وموضبه كل حاجه حبيبه قلبي، بحيث ان انت تجيبي الفراخ تحطيهم في المكان على طول. لان بصوا اهم شيء التاسيس يا جماعه. انت اسستي الفراخ وهي لسه كتاكيت ان شاء الله هيطلع معاكي دوره كويس. ايوه يا زياد، ايه انت غيرت لها؟ طب هخلص وجايه ثواني. فاهم حاجه تاسيس الفراخ زي تاسيس العيل الصغير كده يا جماعه. لما تجيبي عيل صغير واهملت فيه وهو صغير فبيطلع خرع كده وبيطلع ايه يعني ضعيف وكده، لكن انت اهتمتي بيه وباكله وبنظافته وهو صغير هيطلع لك باذن الله كتكوت، ده هيديكي احسن فرخ باذن الله. فانت لو عايزه تكسبي الدوره وعايزه تجيبي فراخ ما تخافيش من تربيتها ابدا، اعملي اللي بقول لك عليه. اول حاجه لازم تكوني مدفيه المكان قبل ما تجيبي الفراخ. تاني حاجه زي ما انت مدفيه المكان لازم تكوني عامله تهويه في المكان. تمام. ما ينفعش الفراخ تخشي انت وانت قاعده كده لو لقيتي عند الفراخ البيضه في ريحه وحشه عندهم اعرفي ان المكان مش نظيف. تطهري بقى، تجيبي جير مطفي وتفرشيه كده وتفرشي طبقه وتفرشي وتحطي عليه طبقه نشاره. ولما تيجي تنضفي للفراخ ما تنضفلهمش على طول الفراخ، يعني حاولي تخلي الطبقه بتاعتهم من اول يوم لاخر يوم، يعني ما تنضفيش الا لما تخلصي الدوره وتمشي وتنهيها خالص. تمام. عايزه بقى تطهري تفرشي جير مطفي وتحطي نشاره كل كام يوم، تحطي شويه جير مطفي. لو انت عندك الرطوبه عاليه الجير المطفي بيمتص الرطوبه يا جماعه، ما بيخليش فيه رطوبه، وتقومي جايه حاطه حبه نشاره او حبه تبن، يعني اللي موجود عندك تبن او نشاره المتوفر عندك، وتفرشي وما تخليش تحتهم بلل ابدا. يبقى تدفيه تهويه، يكون المكان تحتهم نظيف ومفيش ريحه يا جماعه. تمام كده. طول ما في تهويه مش هيبقى في ريحه ان شاء الله. تعرفي ازاي ان المكان عندهم دافي او ساقع؟ هقولك على حاجه. حطي ايدك كده اهوت في قلب العشه اللي انت حاطه فيها وشوفي ايدك ساقعه ولا ايدك صهدانه. لقيتي ايدك صهدانه يبقى تمام المكان كده مظبوط. لقيتي ايدك سقعانه لا يبقى الجو ساقع جوه. تمام. طيب اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. تعرفي حاجه كمان، لو الفرخ اذا كان سقعان منك ولا متدفي تجيبي الكتكوت وتحطي رجليه على صدرك. لقيتي رجله سقعانه يبقى الفرخ سقعان، لقيتي رجليه دافيانه يبقى الفرخ كده تمام. لازم تهتمي بالحاجات دي كويس قوي قوي عشان تطلعي بدوره كويسه وناجحه باذن الله. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين الفراخ البيضه دي يا جماعه مش دوره رمضان، الفراخ دي عمرها 17 يوم النهارده. الفراخ البيضة انا يعني على سن 30 يوم 35 يوم بالكتير قوي، ما بزودش عن كده بكون ذابحه الفراخ البيضة. لكن الفراخ الحمراء اللي انتم شايفينها دي يا جماعه انا مش هبيعها، انا مش هذبحها، انا باذن الله باذن الله هخليهم للبيض. تمام كده. يبقى الدوره دي هخلي جزء للبيض وجزء للبيض يا جماعه. الجزء الابيض الفراخ البيض هنذبحها للبيت يعني، والفراخ الحمراء خليها للبيض. تمام كده. للبيض ماشي. اللهم صل على النبي. الناس بقى اللي عايزه تربي وما عندهاش مكان والكلام ده، انا قلت لكم الكلام ده مليون مره قبل كده حبايب قلب. بصوا انا فرشت لهم حبه نشاره زي ما انتم شايفين، بس للاسف ما كانش عندي جير مطفي، فانا هجيب جير مطفي اخليه احضره عندي. لازم تكوني محضره الحاجات دي عندك من قبل ما تجيبي الفراخ، يكون عندك جير مطفي، يكون عندك نشاره، تكوني مدفيه المكان، تكوني مظبطه كل حاجه بحيث ان انت تجيبي فراخك ما تبقيش ناعيه الهم.
زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك، صلوا على النبي حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين الفراخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حيويتها حلوه زي ما انتم شايفين. ليه؟ المكان تحتهم نظيف، المكان دافي عندهم، بيلعبوا مش مكرمشين على بعض. لما تلاقي فراخك مكرمشين على بعض تعرفي ان الفراخ سقعانه. لو لقيتي مثلا الريش بتاعهم مبلول وعامل شكل يعني مبلول وعرقان كده، تعرفي ان الفراخ دي خدت لطشه برد منك. اهتمي بالحاجات دي. زي ما انتم شايفين الفراخ قدامكم ما شاء الله كلها نشاط وحيويه بتجري. لو الفراخ بتاعتي سقعانه مش هتجري وتتنشط كده. الفراخ بقى كانت جعانه خالص، فانا بقى بصراحه انا كنت بره وغبت عليهم في الاكل، فجيت بقى حطيت لهم اكل زي ما انتم شايفين، وحطيت لهم ميه. كانوا واقعين من الجوع بصراحه، بس غصب عني والله كنت في مشوار ولسه جايه يعني. تمام كده حبايب قلبي. النهارده بقى انا لسه بادئه ان انا اغير العلف. يعني انا بقى لي 17 يوم باكلهم علف ناعم. النهارده علف ناعم بادي، علف بادي يا جماعه، تركيز 23. تمام كده. غيرت بقى النهارده للعلف اللي انتم شايفينه ده. ماشي. فاهتم بالحاجات دي كويس حبيبه قلبي. ان شاء الله باذن الله هتطلعي بدوره كويسه باذن الله. عايزه تستخدمي بقى شويه حاجات من البيت ترفع معاهم المناعه وتزود نشاطهم وتحركهم. بصي، اي حبه شاي مثلا اللي انت شارباه بقى تفل الشاي منك، حطيه لهم في السقايه بتاعه الميه، اعصروا لهم ليمون في الميه، اغلي لهم شيح وحطوه لهم. اي حاجه عندك حطيه. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كنت هقول ايه؟ قطعي لهم بصل وثوم على الاكل، افركيه كده على الاكل بتاعهم على العليقه. ماشي. عندك قشر زفندي، قشر برتقال، نعمه لهم في الكبه وحطوه لهم برده مع العلف. الحاجات دي كلها جميله يا جماعه، وبتخلي الفراخ بتاعتك. تعالي يما، تعالي انا هنا عند الفراخ. تعالي تعالي بعملهم باكلهم. تعالي. تمام كده حبايب قلبي. ما خدي لك حبه اهو مع ما تجيب. خدي لك حبه على ما تجيب. ما هم انا لسه فرشلهم حبه اهو. ما تغيرهاش على طول. تعالي. ما تغيرهاش على طول يما. تعالى بس. تمام كده حبايب قلبي. فانت لو عايزه تربي امشي بس بالنصايح اللي بقول لك عليها ده اهي، وربنا هيكرمك. وعايزه اقول لكم يا ريت يا جماعه كلكم تجيبوا فراخ قبل رمضان وتربوا. احنا باقي يعني 45 يوم على رمضان بالظبط اهو. تقدري ان انت مثلا يعني مثلا الفراخ يا جماعه البيضه بتتذبح يعني مثلا 30 يوم 35 يوم بالكتير قوي. هي بتبقى دوره سريعه يعني، مش زي البط ولا الفراخ الساسو ولا الكلام ده. الفراخ الساسو دورتها بتنتهي على 70 يوم او 65 يوم، لكن الفراخ البيضه 30 يوم 35 يوم بالكتير قوي وبتنهي الدوره خالص على خير باذن الله. فحاولي جيبي لك فرختين. عايزه تجيبي من دلوقتي، عايزه تستني مثلا 5 ايام كمان، هاتي. وزي ما بقول لك دفي المكان وظبطي المكان كده اهوت، وان شاء الله باذن الله هتاخدي دوره كويسه وممتازه ان شاء الله. احنا بنربي وبقالنا كام مره بنربي والحمد لله يا حبايب قلبي. بصي، حاجه بقى تموت حاجه تحصل ده كله بتاع ربنا، بس انت اعملي اللي عليكي والباقي على بتاع ربنا. اكيد يا جماعه لازم يكون في نافع، يعني اكيد دوره بسيطه قوي كده لو عدت من غير نافع تمام. ما عندكيش مكان بقى، ما عندكيش خزانه، ما عندكيش اي حاجه. قلت لك قبل كده ان انت تجيبي صندوق من عند بتاع الموتوسيكلات، تقولي له عايزه صندوق، هيديكي صندوق تجيبيه كده اهو، تحطي فيه لنده وتفرشي له غطا كده اهو، اي غطا قديم عندك، وتفرشي نشرف في الارض في الارضيه بتاعته، وتبداي ان انت تجيبيه. حطيه بقى في البلكونه عندك، حطيه في المطبخ، حطيه في اي مكان عندك، وابداي ان انت هاتيلك ان شاء الله يا رب تجيبي لك 5 فرخات ب5 فرخات. صدقيني والله العظيم ال5 فرخات دول هيملوا لك الدنيا خير. لما ما شاء الله تذبحي الفرخ مثلا 2 كيلو ونص 3 كيلو، في فراخ بتوصل 4 كيلو كمان، ما شاء الله ما شاء الله هتطلعي منهم احسن لحمه واحسن تفريزات. اسمك هتمدي ايدك في الفريزر هتطلعي كبد وقوانص، هتطلعي جناحه، هتطلعي بانيه، هتطلعي مش عارفه ايه. فاحسن حاجه التربيه في البيت يا جماعه. انتوا عارفين ان الشراء والحاجات بتاعه يعني الفراخ الشراء والحاجات دي بتبقى غاليه مولعه. فاكسبي، وفري فلوسك ووفري واعملي في البيت. والله يا جماعه هي مش التربيه مش صعبه ولا حاجه، بس بصراحه التربيه بتجري في دمي، انا بحب التربيه.
انا بعشق التربيه بصراحه، خصوصا تربيه الفراخ البيضاء دي ادمان عندي كده، ادمان والله العظيم. فادعوا لي كده ربنا يختم لي الدوره على خير باذن الله، عشان ان شاء الله ناويه اعملها زي مشروع باذن الله، باذن الله تعالى يا رب اعملها زي مشروع. احاول بقى ان انا اجيب لي البيت وباذن الله جزء للبياعه. ادعوا لي حبايب قلبي ان احنا ربنا يسهل لنا كده، الواحد بيجاهد في سبيل الله واللي بيتعب وبيشقى ربنا هيكرمه باذن الله. وانتوا يا حبايب قلبي ما تكسلوش خالص. الستات اللي بتكسل من التربيه والكلام ده، في ناس بتخاف. بصي، طول ما انت خايفه مش هتعملي اي حاجه، اتكلي على الله وسيبيها على ربنا، وهاتيلك فرختين رب تربيهم للبيت. عيلك مثلا، مثلا عيالك ما بياكلوش اي اكل من بره، انت هتستغني عن اي اكل خالص. طول ما انت عندك الفراخ في البيت هتقدري تشكلي لولادك اللي هم عاوزينه كله. عايزين شاورما، عايزين بيتزا، عايزين مش سندوتشات، مش عارفه ايه، تعملهم كل حاجه من اكل الفراخ. الفراخ تقدري تعملها منها كام صنف وصنف. اتمنى اللي وصل لغايه هنا يحط اللايك حبايب قلبي. بصوا انا نضفت لهم الدنيا زي ما انتم شايفين، حطيت النشاره فوق النشاره القديم تمام، والمكان نضيف عندهم مفيش اي حاجه خالص، والتدفئه موجوده الحمد لله. انا حطاهم كده في عشه تحت السلم اهو، في عشه تحت السلم، وعامله لهم بقى ستاره من بره. حاطه لهم بقى ستاره عليهم كده، وحاطه لهم اللندتين الحمر زي ما انتم شايفين. ومعلش اعذروني بقى لو التصوير مش حلو شويه، لان اللوند عكسه في الاضاءه بتاعه الكاميرا، فمخليه التصوير مش واضح قوي، بس اعذروني بقى والله غصب عني. صلوا على النبي حبايب قلبي، واللي وصل لحد هنا يحط اللايك، ما ينساش اللايك ويشترك في القناه عشان ينزل لكم كل جديد. وباذن الله احاول ان انا اصور لكم عند الفراخ كل يوم، عشان لو عايزين تجيبوا ان شاء الله تهتموا.